ما تنسوش تشتركوا في قناتنا، ويا ريت كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا ريت لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسونيش في اللايك والشير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده وعلى بركة الله. هنعمل الشريك بتاع زمان ده بتاع جدتنا وامهاتنا، الحاجة الحلوة الجميلة اللي كنا بنسقي بيها الشاي دي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده نص كيلو دقيق ودي ذرة ملح، معانا 3 معالق سكر، معانا كيس خميرة، معلقتين زبدة، ده كوباية ونص لبن، يعني هنعجن بيها ونشوف هتاخد قد ايه مننا. ودي معلقتين 3 زبيب كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بالسكر كده والخميرة، وننزل بمعلقتين الزبدة، اهي. ناخد الزبدة كلها كده. هما في ناس بقى اليومين دول بيقولوا عليه بريوش. انا بقى ده شريك الاصل بتاعنا ده بتاع زمان. هعمل كده الدقيق بتاعنا، نخلي الدقيق يشرب الزبدة حلو. ناخد اللي هنا ده كده، مش بخل والله، بس علشان خاطر المقدار بتاعي يبقى حلو اهو. بقى عامل زي الرمل اهو، معنى كده انه شارب الزبدة كلها. ده لبن دافي هنزل بيه واحدة واحدة واعجن، وانزل بمعلقتين ال3 زبيب دول اللي عندي واعجن معاهم. عايزين تحطوا زبيب حطوا، ومش عايزين دي حاجة ترجع لكم انتوا. بس يا سلام بقى اللقمة لما تقطميها كده وتلاقي حاجة مزة كده في بوقك بتبقى لذيذة يعني، فجربوها. اهو. نحط بقى شوية اللبن اللي فاضلين لان لسه فيه اهو دقيق. نعجن اهو، لازم يتعجن حلو والعجينة تنعم معاكي. لمت معايا اهي. بصوا ده اللي فاض من الكوباية ونص. ممكن انتوا تاخدوا كوباية ونص كلها حسب الدقيق هيشرب معاكم سوائل قد ايه. نبتدي بقى نقطعها، ناخد كده الحجم بقى اللي يرجع لكم انتوا. يعني انا بحبه حجمه انتوا عارفين بيتضاعف، فانا هعمله كده كده بالشكل ده كده. اخد واحدة كمان هنا دي كده، رفع اهي. اختها اهي. بصوا نعمل كده كده. انا هنا دهنة الصينية بتاعتي واعملها بالشكل ده اهو. اعمل واحدة كمان.
شوفوا النص كيلو هيرمي معايا قد ايه. بالشكل ده اهو. هبعد كده عشان لما يخمر نعمل واحدة كمان كده 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 اهو، ويحطوا الاخيرة دي من تحت. ده نوع برضه، فانا بوريكم يعني اللي براحتكم، اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. اهو بالشكل ده اهو. هخلص الكمية بقى مع نفسي كده عشان ما زهقكوش مني، وبعدين اوريكم هتديني قد ايه كام واحدة. بصوا ده قلت اجرب لكم 3 معانا، يعني البريوش اللي هما بيقولوا عليه دلوقتي. يعني انا فردت العجينة اهي دايرة اهي بالشكل ده كده، واجيب اخر حرف دي تحت عشان لما تخمر ما تفكش مني، واجي احطها هنا كده. عملت 3 اهو. هكمل بقى الشريك العادي بتاعي. يعني العجينة هتدي معاكي ده ولا ده؟ العجينة هتمشي معاكي زي ما انت عاوزة. التقطيع دي حسب ذوقك انت بقى، يعني عايزة تقطعيه كده عايزة تقطعيه كده براحتك. والكمية طبعا انتوا عايزين تضاعفوها براحتكم، يعني تعملوا كيلو هيبقى اللبن ده حسب العجن، وهيبقى 4 زبدة و6 سكر، وذرة الملح هتبقى معلقة، والخميرة هتبقى كيس ونص مثلا، لان الكيس بيبقى قليل لو انتوا عايزين تضاعفوا الكمية. ممكن لو عايزين تعملوها يعني صيامي يبقى زيت بدل الزبدة زيت اهو. بس في الحالة دي مش هينفع ان انتوا تدهنوها صفار بيض، ممكن تدهنوها بقى لبن. او نسكافيه، نقطة نسكافيه مع لبن، بس لبن لا برضو مش هينفع عشان الصيام. هو نسكافيه مع نقطة مية كده مع شوية فانيليا ولا حاجة. بالشكل ده كده اهو. هخلص بقى الكمية ان شاء الله كلها وارجع لكم. خلصت اهو الكمية بتاعتي. بصوا نص كيلو دي عمل فيا عمل فيا ايه، عمل كام شريكة ما شاء الله، كمية كبيرة جدا. بصوا انا اتعمدت ان انا اشكل لكم اشكال مختلفة علشان خاطر تعرفوا العجينة بتدي معايا اي شكل انتوا عاوزينه. بصوا الزبيب شكله حلو ازاي فيه. انا كده هسيبه بقى يخمر ساعة بقى او نص ساعة حسب الجو عندنا عامل ازاي، وبعد كده لما يخمر ترجعوا لي تاني علشان ندهنه مع بعض ونحط من فوق بقى الحاجات بتاعته الحلوة دي. بصوا ما شاء الله خمر ازاي، زاد ازاي. انا هنا محضرة صفار بيض ونقطة فانيليا كده. هبتدي ادهن على الهامش خالص، يعني ريشة كده علشان ما هبطش الخميرة بتاعتي، وبسخن الفرن على 200 عشان ادخله على طول اهو. يعني انا على الهامش خالص خالص اهو.
بوزعه كده عشان خاطر الوش يبقى كله زي بعضه. بالشكل ده كده. اهو. بعد كده هحط سمسم اهو، مش محمص، سمسم ني اهو. انا بوريكم عشان اكمل كله تاني لوحدي. وبعد كده احط بقى شوية سكر اهو عشان يكرملوا الوش. بعد كده هدخله الفرن على طول اهو. هدخله الفرن بقى، ولما يخرج اوريهولكم ان شاء الله. بصوا بقى يا حبايبي، خرج اهو الشريط الجميل بتاعنا من الفرن. بص جماله، بذمتكم مش ناقص كوبايه شاي كده ونسقي ونقعد قعده حلوه. والله العظيم ده اكل زمان الحلو اللي ما يتعوضش ده. جربوه كده وهيعجبكم ان شاء الله. انا عايزه اوريكم بس طري قد ايه. بصوا عامل ازاي، بصوا بصوا بصوا، حاجه كده يعني سفنج. العجينه حلوه قوي وجربوها ان شاء الله، ان شاء الله يعجبكم.